مستر عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي اخبار الفاشون ايه يا مستر؟ ايه ده، وصل لكم الموضوع؟ لا يا مستر انا قصدي على تجاره الملابس. تجارة الملابس، انت مين اللي قال لك الموضوع؟ ما هو بقى يا مستر عرفنا. بص حبيب قلبي، هو طبعا بالنسبه لتجاره الملابس ديت انت عارف ان اي شاب لسه صغير كده عاوز يطلع وعاوز قرشين، وانا كنت عاوز اتجوز يعني، فقلت طب نبتدي نتاجر كده عندك في الملابس. اشتغلت في البنطلونات والحمد لله يعني ما كسبتش ولا مليم. الشغل مع الرجاله ما بيجيبش فلوس. اول ما اشتغلت عندك في الحريمي الفلوس طلعت، ال1000 بقت 5 وال10 بقت 50 الحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد لله ربنا رزقنا الحمد لله سبحانه وتعالى زي الفل. الحمد لله. جاهز يا مستر نبدا؟ لسه ما بدأناش؟ لا لسه. طب يلا بينا. يلا نبدا. عندنا دلوقتي 4 كروت، كل كارت من دول فيه سؤالين. يلا نبدا يا مستر. بسم الله. لا وكروت مصروف عليها جامد. شغل جامد. بما انك اكبر اخواتك كنت بتداري عليهم مصايب ولا كنت العقل مدبر؟ والله هو انا يعني الحمد لله سبحانه وتعالى طول عمري بيقولوا عليا العاقل اللي موجود في البيت. لا الحمد لله يعني كنت عقل كده بداري المصايب، وكنت العقل المدبر الحمد لله سبحانه وتعالى، يعني ما كانش ليا مصايب كتير قوي قوي يعني. انت احكي لنا طب حاجه يا مستر كده مصيبه عملتوها انت واخواتك. مش فاكر مصيبه عملتها وانا صغير. ما عملتش اي مصيبه. يعني مفيش حاجه خبيتوها يا مستر؟ بص هو انا هقول لك على حاجه، يعني الحمد لله سبحانه وتعالى هي اخرها كانت خناقه كبيره كده اهو، بس يعني الحمد لله ربنا ستر كده. كنت انا في ثانويه عامه، كنت قاعد مستني ان انا اطلع الاول على الجمهوريه، وقاعد بقى مستني بقى، وكانت عمرو دياب اول ما طلع بقى يقول لك انا مهما كبرت صغير، فانا كنت قاعد مستني بقى الراجل بقى يجي لنا ويقول لك وزير بقى، الوزير بيكرمك والليله ديت كلها. الحمد لله كان طبعا اخويا كان ساعتها عامل مشكله كبيره جدا في الشارع، وانا كنت مستني النتيجه. ففي اللحظه ديت وهي طبعا مستني النتيجه، حد بيخبط علينا الباب، وكان حد ظريف قوي كده فتح الباب، وانا بقى ايه منظف الشقه ومستني وزير التربيه والتعليم يجي يكرمني. فعلا فتحت الباب، واحد ببدله، استاذ احمد معايا، قلت له هو طبعا ما اعرفش ليه اخويا مبلغ ان اسمه احمد يعني، فهم اكتشفت يعني ان ده كان حد كده من المباحث وجاي عاوز ياخدني يعني احداث، بس الحمد لله ربنا ستر يعني، والنتيجه طلعت حلوه جدا الحمد لله. الحمد لله عدت يعني الحمد لله. السؤال الثاني بقى يا مستر. يقول لك حضرتك خريج كليه علوم؟ طبعا خريج كليه علوم، انا يعني بتاع تجاره الحمد لله، خريج كليه علوم زي الفل، بدي فيزياء وزي الفل يعني، فكل بتوع تجاره على راسي من فوق طبعا. فيزياء الحمد لله. اخترت فيزياء عشان بتحبها ولا التنسيق يعني اللي سوحك؟ بص هو طبعا هو اخر طبعا يعني حاجه في حياتي ان انا كنت ممكن اخش كليه علوم، انا كنت نفسي اخش كليه هندسه، والحمد لله سبحانه وتعالى فرقت معايا على نص درجه، فقلت خلاص دخلنا كليه علوم يعني ونبسط، وانا ان شاء الله هعوض ثانويه عامه. وفعلا ابتديت اذاكر ان انا اعيد تاني ثانويه عامه. بعد ما عدى الترم خلاص داخلين على امتحان الترم الاولاني، طلع قرار من وزير التربيه والتعليم ان لو انت عاوز ترجع ثانويه عامه تاني بعد 5 سنين بعد ما تخلص الدراسه، فانا لبست طبعا، فاديك شفتني بقيت مدرس فيزياء قدامك كده خلصنا اول كابتن، نخش على الكابتن اللي بعده. طيب الحمد لله الحمد لله ربنا يستر. اللي بعده يا خبر. طيب بما انك ثانويه عامه سنه 97، هتقعد تحسب بقى انت العمر وكل حاجه ماشي اتفضل. وكان ساعتها النظام تانية وتالتة مع بعض، ده احسن نظام السنه الواحده وليه؟ لا طبعا النظام بتاعنا كان حلو، كان مريح نفسيا يعني، قادرين نقسم المواد على سنتين، وده كان مدينا فرصه ان احنا نقدر نحسن كمان الماده بتاعتنا ونظبط الدنيا. طبعا سنه واحده دلوقتي هي سنه صعبه جدا وسنه مصيريه، زي مثلا نظام الاي جي والكلام ده كله، لا ده عندهم يقدروا يخشوا ريتيك، ويا ريت يعني نظام الوزير كان انه ممكن يرجع ريتيك، يا ريت دي تبقى فرصه حلوه جدا. طبعا نظامنا كان افضل بكتير وكان مريح عصبيا جدا. بالنسبه بقى للسؤال اللي جاي ده، مين بقى حماده؟ هقول لك ايه قصه بقى مين حماده ده. الصراحه ان انا اسامي الطلبه صعب احفظها، فاول اسم عندك بتنادي بيه كل الناس كلها يا احمد يا محمد، نص البلد كلها، فحماده شغاله معايا يعني، نادي اي حد حماده فهو هيرد عليك، حتى لو اسمه مصطفى وابراهيم هو هيرد عليك يعني زي الفل. فحماده ديت يعني بنادي بيها كل الاسامي لان صعب احفظ الاسامي جدا. حلو قوي. خلصنا كده مستر الثاني، هنخش على بعده. يا سلام انتوا ناس لطيفه جدا، ناس لطيفه جدا جدا. حضرتك خريج 2001 في 2008، ياه طبعا كان اصعب امتحان فيزياء في تاريخ ثانويه عامه. هل ده سبب لك احباط او لسه شايف بدايتك او لسه في بدايتك وانت لسه في بدايتك؟ طب يعني انا مش هعمل سكيب للسؤال دوت، بس انا هتكلم بجد يعني. الامتحان دوت كان يعتبر 70% من مصر عارفاه. الامتحان ده انا فاكر قبل الامتحان بيومين كان امتحان فيه قبليه 14 يوم، قبليه ب3 ايام جالي تليفون تعالى عاوزينك تراجع. انا كنت شغال يعني ما فيش سنتر بتاع، كنت شغال في البيت كده عندك على الترابيزات الحمد لله. جالي تليفون، قعدت طبعا مع استاذه كده وجابت لي ورقه وقالت لي بص حل الاسئله دي. الاسئله كلها اللي متعلم عليها كانت اسئله خزعبليه، انا اول مره اشوفها. قعدت فيها من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 7 بالليل بحل فيهم، اول مره اشوفها في تاريخ
تاريخ ثانويه عامه كلها. دلوقتي طبعا الاسئله دي بقت عبيطه بالنسبه طبعا للوقت الامتحانات اللي احنا بنقولها دلوقتي. قبل ما امشي رحت واخد معايا نسخه عندك من الورقه ديت، وقلت بس دي اكيد الامتحان، ما رضيتش تقول لي ان ده الامتحان، بس يعني الاستشعار بقى كده ان ابدع فيزياء وحاسس كده ورقه عليها دوائر حمراء، قال لك ده امتحان فيزياء اكيد. المهم نتصل بالطلبه، احنا كنا راجعنا تقريبا بتاع 4 مرات، اتصل بالطلبه عشان تعالوا في شويه اسئله مهمه. كل الطلاب الشطار قال لك لا يمكن ننزل، خلاص ده بقى على الامتحان يومين. مين اللي نزل؟ العيال بقى اللي هي ايه على قد حالها، نزلت العيال على قد حالها. قال لك طب يا نوار ايه الاسئله الصعبه اللي انت جايبها قدامنا؟ انا كل قلت لكم لو جالكم بصمجوها وخشوا. دخلوا تقريبا هو كان الامتحان. فدي كانت طبعا بالنسبه كده الطلبه كانت شاطره، كان اعلى درجه ممكن يعني يجيبوها كان 50 من 60. كان امتحان كان فعلا كان صعب جدا كان ساعتها، بس ساعتها كانت جت مصلحه يعني مع الطلاب اللي هم ما كانش مستواهم عالي، يعتبر يعني وصلوا ان هم يقفلوا الامتحان. ده اللي خلاك بقى تجيب اسئله ما بتتحلش في الامتحان بتاعك؟ والله بص، هو موضوع الاسئله ما بتحلش ديت يعني احنا اتربينا ان احنا ايه لازم نتوقع اللي محدش بيتوقعه. الحمد لله سبحانه وتعالى ما فيش امتحان بيخرج من عندنا، الحمد لله سبحانه وتعالى يعني، وده فضل ونعمه من ربنا مش شطاره مننا. بس الاسئله لما تتدرب ابنك على التقيل يقدر يسد قدام اي امتحان. مستر قول لنا بصراحه عملت ايه لما وقعت اول ترم في اولى ثانوي؟ لا ثانيه واحده بس، هو الكلام ده انت جبته منين؟ الكلام ده اتحط فين؟ الكلام ده بيتقال بره كده، ده كده على العلن. بص يا عم، اول ترم في اولى ثانوي انا مفيش ماده ما شلتهاش، انا نجحت تاريخ وجغرافيا بس، شلت كل الترم وسقطت مجموع، وده عشان كنت بتمرقع من الاخر يعني، كنت بذاكر ولا بتاع. عديت ثالثه اعدادي وكفايه انا كنت في السعوديه، وبعدين جيت هنا في اولى ثانوي فاهم لحظه الانفتاحيه، اخرج بقى واتفسح وبتاع والكلام ده كله. فطبعا الترم الاولاني يعتبر شلته كله، وكانت المفروض السنه اللي بعدها بنقرر مصير انت علمي ولا ادبي، فقلت اشد حيلك واحترم نفسك الترم الثاني، وده اللي بقوله لكل طلابنا، مهما وقعت اعرف انك بتتمرقع، طالما انت شاطر ذاكر. قعدت وذاكرت وظبطت الدنيا الحمد لله سبحانه وتعالى يعني. الترم الثاني كده 3 4 درجات نقصتهم، فعرفت ان انا ممكن اكون طالب علمي الحمد لله. عندنا كده معلومه يا مستر انك بتخاف من الكلاب، ده حقيقي ولا اشاعه؟ طيب هقول لك، هو طبعا يعني دوت يعني بص، هو بين البنين. بس انا حياتي اتقسمت نصين مع الكلاب دي. النص الاولاني عاوز اشتري كلب وبص، واي كلب في الشارع اجري عليه كده واطبطب وبتاع، حب يعني الكلاب دوت. لغايه لما في سنه بالظبط يعني 5 6 ابتدائي مش فاكر بالظبط في امتى، كلب عندك بياكل يعني بياكل قاعد بيستكانيس بياكل في الشارع، مقرب منه بطبطب كده عليه وهو بياكل، افتكر انا هاكل اكله ابن الله. المهم يعني قام راح ايه، قام هبش في ايدي، دخل الناب من هنا خرج من الناحيه الثانيه، خدت 21 حقنه عندك في البطن، ما بقربش ناحيه اي كلب ولا شفت اي كلب يعني الحمد لله. يعني دلوقتي بقيت بتخاف منه؟ يعني بص يعني انا بعمل نفسي ما بخافش، بس انا بخاف. خلاص نشوف اخر كارت بقى. يلا الحمد لله الحمد لله. بس هنشوف بقى انت شاطر في باقي المواد ولا لا. اوبا ايه ده سؤال كيمستري. ده ايه الحاجات الحلوه دي؟ لا انا بص، انا يعني انا معلوماتي في الكيمستري زي معلوماتي في الالماني، انا ما خدتش الماني في حياتي. فهمت يعني المعنى ولا اكمل؟ فيش مش هعرف. مش هتعرف تجاوب السؤال بتاع الكيمستري؟ لا هجاوب ايه 4 ايثايل 2 2 5 دايميثايل هيكسين. ربنا يكون في عون بقى بتوع الكيمستري واللي بيدوا كيمستري وكده، يلا ربنا يكون في عونكم، ربنا يكون في عونكم. طب ما تحكي لنا حاجه كده ما حدش يعرفها عنك يا مستر. بص انا الحمد لله بني ادم واضح يعني، بص الظاهر زي المستخبي يعني، ما فيش حاجه يعني فاهم، ما حدش يعرفها عني خالص. انا كل اللي جوايا كل الناس عارفانا زي الفل، انا ورقه شفافه. لا مش هتلاقي. طب مستر مواليد شهر يناير يعني برج الجدي، واهم صفات برج الجدي شخصيه قياديه وطموح، حضرتك كده؟ والله يعني بص، انا ان شاء الله من اكبر طموحاتي ان شاء الله هي السيطره على منطقه جمهوريه مصر العربيه. طبعا ده طموح شيك جدا جدا، وطبعا وشعارنا زي ما انتم عارفين فايت تيل ذا اند. اخر سؤال بقى يا مستر، ممكن تقول لنا الهير روتين بتاعك عشان ما نستخدموش؟ ماشي. ده اخر كلام يعني احنا هنكمل الحوار بعد كده ولا نقطع الحوار؟ طب هتمنتج ولا اقول له ليه؟ اقول له بس هنكمل البروتين بتاعنا ايه يا فندم؟ ده انا يعني انا جاي بص يعني عاوز اقول لك ان جاي الحلاق قبل ما اجي لكم مظبط الدنيا الحمد لله. لما تبقى تقول لي البروتين بتاعك اقول لك. الحمد لله يا مستر، شكرا يا مستر. نورتونا يا جماعه والله جدا، والف شكر الحلقه الجميله دي.